يقول يد مست رسول الله. صلي كده حاضر، صلي 2 حاضر، 4 حاضر. يعني انا لازم افهم لسان الوحي، لازم، لا مفر. اقرا 20 مجلد عشان افهم كلمه في القران؟ لا ده صعب. الله عز وجل لا يدخل عليه الا قلب سليم فقط. فهذا القلب كل الرافض المطلوب منك ان انت تنظفه وتحط فيه المطلوب في الوقت اللي انت مش عارف هيخلص امتى. ده التحدي. هذا الرافض رب العزه حدد اهم رافض على الاطلاق، وده اللي خاطب به الله عز وجل من فوق 7 سماوات الناس، عموم الناس، اللي هو ايه؟ القلم والكتاب. رب العزه في اول نعم امتن بها على الخلق: اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان اقرا وربك الاكرم الذي علم القلم، علم الانسان ما لم يعلم. هو دي. يعني هو بيقول لك انا هبعت اول ما خلق الله، اول مخلوقات الله عز وجل هو القلم. فلما الله عز وجل خلق القلم قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم الدين. فكتب اقدار العباد، وفي علم الله المطلق كل شيء مكتوب. اهل الجنه في الجنه، اهل النار في النار، والناس في العمل على علم الله السابق. يعني انت بتعمل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ فكل ايه يعمل لما يسر له. يعني انت بتفعل عشان تلاقي قدر الله عز وجل القديم فيك، اللي هو ايه؟ كتب سابق اختيارك. سابق اختيارك انت تعمل هو ده ان شاء الله ايه اللي انت ميسر ليه. تعمل عمل الجنه تدخل الجنه ان شاء الله، تعمل عمل النار تدخل النار عياذا بالله. طيب الرافض بتاع القلم والكتاب ده هو الله عز وجل اختصارا على الناس عشان وقتهم محدود وهو رحيم، فبعت لهم كتاب او كتب، ثم أجمل هذا الأمر ورحم الناس كلها في الآخر وجعل كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الكتاب ده صحيح لا يتطرق إليه بأي فعل بشري التحريف، ثم حفظ طريقة فهمه، لا يتبقى الكتاب والناس ما تفهموش، رحمة من الناس. ثم ختم بتتمة الهداية هو النبي صلى الله عليه وسلم، فختم بالكتاب الخاتم والنبي الخاتم. بقت المشكلة في إيه؟ إن اليوم القيامة المنهج ثبت اللي هو المصحف. يعني الأمم اللي قبل كده كان بينزل توراة، ينزل إنجيل، صحف إبراهيم والزبور وهكذا. المنهج ثبت اللي هو قرآن، ما فيش زيادة وما فيش نقص. يعني الكتب القديمة نسخت، في حاجات كانت محرمة وبيحت لأمة محمد من باب الإيه؟ الرحمة والتوسعة وهكذا وهكذا. في خلافات كتير في الشرائع، لأن الله عز وجل يأمر بما شاء كيف شاء، يأمر بما شاء كيف شاء. إن شاء حرم عليك الخنزير، وإن شاء حل الأمة سابقا، وإن شاء أمرك بالصلاة بشكل معين، وإن شاء أمر بالصلاة بطريقة مختلفة. إحنا عبيد يعني صلي بالطريقة الفلانية صلي. وهذا من أجل حكمة الله عز وجل في تدريج الأوامر. تدريج الأوامر اللي هو إيه؟ مش أنا اديتك الأمر فأنت عجبك رحت عملته، ده أنا بقول لك الأول قول لا إله إلا الله، واعمل بعد ايه ده كده، لا تقولها الاول، بعد ما تقولها صلي. اصلي ازاي؟ ركعتين بس. كانت الصلاه في اول الامر حتى اول 15 سنه من البعثه ركعتين بس، كل الصلوات كلها ركعتين كلها، اللي هو كان صلاه السفر الحاليه اللي بعد كده بعد الصوره النهائيه لغايه حتى الاسراء والمعراج كانوا برضه ركعتين. ما بقتش الهيئه اللي احنا نعرفها غير بعد العام الثاني من الهجره ولا حاجه. لما قال لهم صلوا بقى 4 صلى. كانت الاول الصيام مش هو المفروض، رمضان اتفرض بعد 15 سنه من البعثه. الاول كانت نصب الصوم ايه؟ الفريضه عاشوراء او ايام معينه، بعد كده فرض رمضان خلاص. القبله اصلا القبله بيت المقدس كام سنه؟ 15 سنه من البعث. ثم اذن الله عز وجل انهم تصلوا كده، لا خلاص صلوا كده. احنا عبيد يعني صلي كده حاضر، صلي كده حاضر، صلي 2 حاضر، 4 حاضر، صوم يوم حاضر، صوم 30 حاضر، لا تلمسوا النساء في رمضان حاضر. ثم نسخ رحمه بالامه قال لك بعد الفطار حاضر، كله حاضر. ليه؟ هو المنهج والامتحان والاسئله وانت ايه؟ حاضر حتى تلقى الله عز وجل. المشكله في ايه؟ ان هذا الكتاب ما بقيش بالسهوله اللي يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود، كان معاه الدليل، كتاب معاه الدليل لتبين له. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيبين، فانا الحاجه تستغلق عليا اعمل ايه؟ اروح للنبي صلى الله عليه وسلم، ايه دي معناها؟ فالنبي ايه؟ طب تتعمل ازاي؟ فيعملها. اقولها ازاي؟ يقولها. دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبقى الا الكتاب اللي هو النذير اللي هو القرآن، ثم حفظ افعال النبي على الناس، لانه ده من تمام حفظ الكتاب، لان الكتاب هو القرآن المتلو والسنه النبويه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الا واني قد اوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن والسنه هما الوحي، اما النصف الاول هو القرآن الوحي المتعبد بتلاوته هو نفس الحروف، والسنه هي اجمالا هذا المعنى. الاثنين دول محفوظين على الامه. انا بقى مشكلتي ايه في التاريخ المعاصر؟ ان انا اعمل ايه؟ ان انا اعالج هذا الوحي المحفوظ في ظروفي. يعني ايه الظروف اللي طرأت عليا؟ طرأت عليا شويه ظروف، هم دول اللي ايه؟ محتاجين بس شويه تركيز عشان هنحدد المداخل في الدخول على هذا الوحي. انا بقيت مش قادر ادخل بالطريقه الاولى. ايه السبب؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، سيدنا عبد الله بن مسعود اعلم امه محمد بالتفسير والقران هو سيدنا علي بن ابي طالب وسيدنا معاذ وكذا. سيدنا عبد الله بن مسعود كان راعي غنم، النبي جه قال له كذا كذا كذا، راح حافظ القران وبقي فقيه وعالم على طول ما شاء الله. كان خريج جامعه ايه سيدنا عبد الله ما شاء الله. طيب محدش شرح له نحو، صرف، بلاغه، اشتقاق، اصول فقه، قواعد استنباط؟ لا حضرتك ما كانش على ايامهم. ليه ما كانش على ايامهم؟ لان دي كانت ملكات.
هنا بقى المشاكل المتعلقه بالقراءه او الكتابه او يعني الماده المكتوبه بالعموم. هنا بقى لو حد عايز ايه يمسك المشكله من اولها، ان هذا الجيل الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان مستغن بحكم الفطره او الجبله العربيه او كذا عن كثير جدا، بل عن كل العلوم التي استكتبها الناس بعده. ليه؟ هو احنا مضطرين حاليا نتعلم نحو وصرف وبلاغه واشتقاق عشان نفهم الحمد لله رب العالمين قصه. عشان ننطقها صح لازم حد يجي يشرح لنا الحاء بتتنطق ازاي، الطاء بتتنطق ازاي، قصه عشان اعرف انطق الحرف وبعد كده اعرف معناه وبعد كده واعرابه وصرفه وبلاغته وبعد كده اشوف هو ايه المطلوب واختلاف المفسرين وبتاع واصول فقه عشان استنبط عشان اخد احكام عشان في الاخر اعمل عمل او ما اعملش. ما كانش كده. ليه؟ لانه هو كان عربي فصيح، القران نزل عليه بلغته وقال له اعمل عمل على طول. فاحنا بقى اول حاجه ايه؟ ان احنا بقينا محتاجين مداخل اضافيه الى الوحي. المداخل دي متمثله في ايه؟ واحد، العلوم اللي هي ايه؟ الميسره للوحي، اللي هم احيانا علماء الاسلام بيسموها علوم الاله. الاله يعني وسيله، يعني هي مش مقصوده لذاتها. انا بدرس العربي عشان اللغه العربيه هي اعظم حاجه في التاريخ وبتاع، لا، الله عز وجل كلم الناس قبل ذلك بغير العربي. يعني الانجيل والتوراه، سيدنا ابراهيم كان كنعاني، سيدنا عيسى كان ارامي، سيدنا موسى كان عبراني. يعني ايه القصد؟ ان شرف العربيه ان الله عز وجل ختم بها رسالته، بس شرف العربيه ان النبي عربي، فمن انتسب اليهم محمد صلى الله عليه وسلم فلهم الشرف. وده اللسان الوحيد اللي الناس تقدر تفهم بيه الرساله الختام. فانا محتاج ان انا اامن ايه ده. احنا ليه بنقول المداخل دي يا اخوانا؟ لان هذه المداخل ليست اختياريه. يعني انا في حاله التوهان في القراءه العامه، انا كل ده مساحه جهل وانا وقتي محدود وكم المطروح مذهل وكم الكتب المتراكمه منذ ان خلق الله عز وجل ادم حتى النقطه المتفرده في الزمان والمكان اللي هو فضيلتي وفضيلتك وفضيله الاستاذ، دي كتيره جدا. لكن المداخل اللي احنا بنقولها دي مداخل اجباري. ده السؤال الاجباري بقى. ليه؟ لانه مش بمزاجك تختاره. ما دام انت مسلم يبقى انت يجب ان تؤمن هذا المدخل للوحي عشان تفهم عدل، عشان ورقه الاسئله اتوزعت من فتره وانت ماسكها عمال تلفها، انت مش عارف اللغه المكتوبه بيها اصلا. ليه؟ لان انت مش قادر تقرا التكليفات او مش قادر تفهم التكليفات فهم صحيح كما ينبغي. تمام؟ فده مدخل اجباري يعني مش اختياري. يعني انا لازم افهم لسان الوحي، لازم، لا مفر. طيب المدخل ده ايه؟ مدخل اللي هم اللغه العربيه، احنا بنسميه الاله هنا، اللي هم ايه؟ 12 علم. 12 علم دول ليه المسلمين عملوهم؟ ليه عشان يحفظوا على الاجيال اللي هم احنا حضراتنا، ان احنا يحفظوا علينا ايه؟ الفهم الاول. انا عايز افهم القران زي ما كان بيفهم عبد الله بن مسعود او قريب منه. طيب اعمل ايه؟ عبد الله بن مسعود مش موجود، وما فيش حد الانجيل موجود، وما فيش حد بيفهم عربي زي العربي اللي كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم. نعمل احنا بقى هنا بقى الظاهره اللي هي شكلها فيها المشكلتين، ان هي ميزه وعيب. الميزه ان هذه الامه رحمه ببعضها، لان الامه جزء من تعريفات الامه ان انا مهتم بالامه اللي انا لسه ما شفتهاش. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي حرصا علينا. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل سيدنا جبريل فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوه ابراهيم وقرأ دعوه موسى في القران، فبكى على الامه اللي هم مين؟ احنا اللي هو لسه ما شوفهمش. فنزل سيدنا جبريل قال له ايه؟ ما يبكيك؟ والله اعلم بسؤالي. فقال الامه، فقال ان ابشر يا محمد فان الله عز وجل ايه؟ لن يخزيك في امتك او لن يسوءك في امتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو مشفق على الامه دي، عشان هو مشفق قال يا اخوانا ايه؟ علموهم كذا، تعلموا كذا، احفظوا عليهم كذا. فالناس ابو بكر وعمر وعثمان والصحابه رضوان الله عليهم حفظوا علينا القران مكتوبا منقوطا معربا، وحفظوا اللسان اللي بيقرا بيه، وحفظوا بعد كده علماء الامه القواعد اللي كان بيفهم بها هذا الجيل حتى ناتي فنصير على الهدى. ليس بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم الا الحاجز الزمني. فهو حافظ عليا ايه؟ النطق. يعني حضرتك انا عايز انطق النطق اكن النبي قراهولي. حتى الان اي واحد من الحضور موجود في هذا العصر يقدر يستطيع قراءه المصحف كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقسم ان هذه قراءه النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي؟ ان هو يحفظ تجويد، يتعلم تجويد ويقرا على شيخ متقن مسند مجاز. مسند يعني ايه؟ يعني له اسناد الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول اقرأني شيخي، اقرأه شيخه، اقرأه يقعد لغايه اقرأه علي بن ابي طالب، قرأ على النبي، قرأ عليه جبريل من منزه من رب العزه. يقدر يعمل كده. اي واحد يحفظ القران بسند متصل يستطيع الكلام ده. يقول ان هو ايه؟ انا مجاز بهذا النطق بهذا الحرف. قراءه حفص عن عاصم يبقى حفص عن عاصم قرأ بهذه القراءه التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. فانا محفوظ حفظ صوتي محفوظ، اقدر اعرف معاني الكلمات. انا عندي المعجم كلام الفصحاء. هنا بقى الجانب المخيف، ان كل شيء مكتوب اذانا او علامه على موت اصحابه. تاني، كل علم مكتوب معناه ان اصحابه ماتوا. يعني انا راجل زمان كنت ايام العصر اللي احنا بنسميه في اللغه العربيه عصر الاحتجاج، يعني دول كلامهم بيتكلموا نفس اللغه اللي كان بيتكلمها النبي صلى الله عليه وسلم، فالقران لو اتقرا قدامهم يفهموه زي الفهم ده، مش محتاجين لا معجم ولا قاموس ولا بتاع. ما دام احنا كتبنا المعجم يبقى ايه اللي حصل؟ يبقى ماتوا.
اكيد ماتوا، كل اللي بيتكلموا عربي فصيح ماتوا، لدرجه ان احنا ايه ما نقدرش نعرف الكلام ده غير لما نخش المعجم. فالجانب الايجابي ان احنا حفظ علينا هذا المعنى فلم يضيعونا. يعني انا دلوقتي اي معجم اللي هو بنسميه احنا معجم غريب القران، هو ما سبقش كمان معجم لسان العرب 20 مجلد، اقرا 20 مجلد عشان افهم كلمه في القران؟ لا ده صعب. هذه الامه امه مرحومه، امه مرحومه حتى في علومها فيها رحمه. طب انا عايز اقرا كتاب صغير خالص اعرف معاني القران، اعمل لك غريب القران. معاجم دي شق كامل في المعاجم اسمه معاجم غريب القران، وفي معاجم غريب الحديث، يعني الالفاظ اللي انت تعوزها في القران بس، وباقي المعجم لا ما جايبلكش الالفاظ الثانيه. ليه؟ لان انت عايز تقرا القران بس، فتلاقي كتاب قد كده صغير خالص تلاقي ايه غريب القران، غريب الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انت عايز ايه؟ الحاجات اللي تخليك تفهم الوحي. خلاص كده؟ طيب الجانب المؤسف في الموضوع ايه؟ ان كل الفصحاء ماتوا. طيب ننتقل، طيب هو احنا ليه كتبنا المصحف؟ ان جميع الحفاظ ماتوا، يعني كل الحفاظ ماتوا فاضطروا يكتبوه ثم تناقلوه صوتيا، حفظ ده حفظ ده حفظ ده. طيب السنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم توفي والامه حفظت ما اخبرها الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او فعل او اقر. طيب الشعر، اصل كل العرب ماتوا فده العرب الشعر بس. طب اصول الفقه، اصل زمان كان الفقيه بيستنبط بيقرا القران ويقرا السنه ويقول يبقى حكم الله عز وجل كذا، لانه فهمه صحيح، خطب بلسان العربي اللي هو لسانه. احنا حاليا من ده القديم الامام الشافعي لما جه كتب في اصول الفقه قال لك ما انتوا دلوقتي شكلكم مش فاهمين هم كانوا بيستنبطوا ازاي، فانا هكتب لكم القواعد اللي هم كانوا. بمثال بالمعيش في اليوم ان هو ايه، واحده بنت ما عاشتش مع امها، مين علمها الطبيخ؟ مفيش. طب ازاي نحفظ هذا العلم على الناس؟ بيكتبوا كتب طبيخ. هذا الكتاب معناه ايه؟ ان كل الناس اللي كانت بتعرف تطبخ ماتت واحنا بنعاني من مأساة دلوقتي. ليه؟ اللي هو خلاص هذا الفن فقد. الشاهد نرجع تاني للمهارات، ان دي مهاره فقد اصحابها، فاحنا اضطرينا نعمل ايه؟ ضعي على النار، حط الملح. ايه ده؟ طب ما امها تعلمها. ما هو احنا في حاجه، هذه الملكه الاجتماعيه فقدت. يعني ايه فقدت؟ يعني مش كل الناس بيعلموا بناتهم الطبيخ. والله العظيم ممكن تاخد كورس اتيكيت. يعني ايه؟ يعني محدش متربي يعني محدش بيقول لك تاكل ازاي. صلى الله على محمد قال له يا غلام، قال له اكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنت صبيا تطيش يدي في الصفحه، فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. لما جه ينام سيدنا عبد الله بن عباس قال له ايه؟ اذا وضعت جنب قل، وكان صبي صغير. وده الفقهاء يقول لك لجواز تعليم الصبيان حتى لو عشان ايه؟ ودنه تسمع كلام الله عز وجل والسنه من اللي هو صغير. قال له وانت جاي تنام وده صبي، يعني ممكن يكون 4 سنين 5 سنين 6 سنين، والعيال الصغيره تحفظ الاذكار عشان تحفظها كذا. قال له ايه؟ قل اللهم اني اسلمت وجهي اليك في الاخر قال له رفعه عشان كان هو صبي، فجي ردد ورا النبي ما حفظش كله، فقال له ايه؟ ورسولك الذي ارسل. قال له لا ونبيك الذي النبي صحح له في الحديث بتاع البخاري. فالشاهد ايه؟ ان ما دام الحاجه اتكتبت اذانا بان الممارس مات. رساله الامام ابن رجب الحنبلي اللي هو فضل علم السلف على الخلف، ان السابق له صحبه لا يمكن تدرك. اما واحد جه بيسال واحد من السلف فبيقول له معاويه بن ابي سفيان احسن ولا عمر بن عبد العزيز؟ فقال له ايه؟ قال له معاويه. قال له ليه؟ فقال له رجل صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، فقال معاوية ربنا ولك الحمد. هو النبي بيقول سمع الله لمن حمده، واحد وراء قال فده أفضل. فهو حتى في واحد من التابعين لما قال له عمر ولا معاوية فقال له معاوية، التراب الذي وطأه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل فيه منخار معاوية في أنف معاوية خير من عمر، اللي هو ايه؟ يقصد ان الصحبة ليس لها فضل وزيه. واحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه او هو مسلم، ده فضل لا يوزن. ليه؟ لانه شاف النبي صلى الله عليه وسلم، ودي حاجه يعني اللي هو ايه؟ يعني الرحمه المرسله لهذا الكون هو النبي صلى الله عليه وسلم، فده فضل لا يدرك. فاحنا بنقول ان فضل العلم بتاعهم ان هو شاف اللي احنا مش ممكن يتكتب لنا، وهكذا. يكفي ان هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سمع ورآه مسه. يعني عشان كده كان سيدنا انس بن مالك وكان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدخل عليه احد من التابعين، فاول ما يخبط يسال الجاريه مين اللي جه، فتقول له فلان، فيقول لها هاتي عطر حطيه على ايدي. فانتوا عارفين العطور ليها مواضع يعني، فليه انت تصرف من عطر ويكون في ايدك في القبضه؟ ما ده اصل انه هيتبدد. فلا، لانه لا يرضى الا ان يقبل يدي، اول ما يخش لازم يبوس ايده. ليه؟ يقول يد مست رسول الله. هذا الفضل فضل لا يدرك ولا ينقل. يعني ده مكتوب في الكتب؟ لا مش مكتوب. ليه؟ لانه ده شعور او وجدان او حاجه ما بتتلمس. المشكله بتاعت المدخل اللغوي دي مشكله يتبعها مشكله ثانيه اللي هي الاهم على الاطلاق، اللي هي مشكله ايه؟ النقل العملي. وده المحال. النقل العملي اللي هو ايه؟ ثمره الرؤيه. يعني انت لما تقرا النبي تقرا القران وتقرا السيره وتقرا سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما فعله قط. ليه؟ ينقصك جانب الرؤيه. اقصى حاجه ممكن تعملها ان انت تشوف حد شافه،
وده متعذب لغايه جيل معين. عشان كده احنا بنقول ان الفضيله كانت ايه؟ ليها مستوى توقف. حديث خير القرون قرني ثم الذين يلون، 3 اجيال ثم الفضل بعد كده فضل جزئي، ممكن حد يبقى خير وكذا، لكن فضل المجموع وكانه هو نور يعني نور انتقل كده. حديث وصف الامام الذهبي في سيره ترجمه ابو داود صاحب السنن، الشاهد ان هو بيترجم الامام ابو داود، فكان بيقول ايه؟ كان ابو داود اشبه الناس باحمد بن حنبل. احمد بن حنبل شيخ البخاري وشيخ ابو داود وشيخ الترمذي، امام احمد يعني جبل السنه باطلاق. فابو داود كان اشبه الناس باحمد بن حنبل، احمد بن حنبل كان اشبه الناس بوكيع بن الجراح، وكان وكيع اشبه الناس بمنصور، وكان منصور اشبه الناس بابراهيم النخعي، وكان ابراهيم اشبه الناس بعلقمه، وكان علقمه اشبه الناس بعبد الله بن مسعود، وكان عبد الله بن مسعود اشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم سمتا وهديا ودلا. يعني لو واحد شاف عبد الله بن مسعود وكانه راى النبي صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا ودلا، يعني شكله لبسه مشيته كما اخبر الناس عن فاطمه عليه السلام، الله اكبر الله أكبر، انها كانت اشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمره فاطمه مشيتها مش زي مشيه النبي صلى الله عليه وسلم، جلستها مثل جلسه النبي صلى الله عليه وسلم، فده تمثل ايه؟ ده لا ينقل. هو الراجل وقف فين؟ لغايه ابو داود. ليه؟ الدنيا بعد كده بقت ايه؟ صعب النقل لدرجه التمثل. يعني اللي شافوا ابو داود ليه ما حدش قال عليهم زي كده؟ وكأن التمثل قل لدرجه ان ممكن واحد يبقى خير بس ما يتقالش عليه، ما يتقالش عبد الله مسعود، علقمه، ابراهيم، منصور، ما يتقالش كده. النقل ده هو ده اللي احنا ايه؟ ده اللي هو ثمره القراءه المفقوده.